بقالنا كتير ما اتكلمناش عن منتخب مصر بقى. خلينا نتكلم ونشوف هنقول ايه. يلا بينا. اهلا بكم في حلقه جديده من قناه فخرا معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن بعد غياب فتره مش كبيره، ولكن مش غياب عن القناه، لا احنا لسه منزلين فيديو بودكاست مع بابايا يوم الاحد اللي فات. لا النهارده احنا بنتكلم على غياب عن الكلام على منتخب مصر. قلت لكم في اول قبل بطولة افريقيا بحوالي او في فيديو نزل في يوميها، قلنا ان توقعت دور المجموعات، ومن ساعتها ما اتكلمتش خالص على افريقيا، لا حللت ماتشات على ماتشات مصر ولا اي حاجه. وده بسبب ان انا فيا عيب، بس ان شاء الله هحاول اعدله. ان انا لما مصر بتخسر ما بقاش قادر، يعني انا ما كنتش قادر بعد ماتش مصر والكونغو الديمقراطيه، ما قدرتش اقوم واعمل فيديو واتكلم. اولا الماتش كان خلص متاخر قوي، وانا ما كنتش قادر بعدها اعمل سيت اب واجهز، وكنت مكتئب. فحرفيا انا خلصت الماتش دخلت نمت. فالصراحه دي كانت من اكتر الحاجات المؤسفه. ولا حللت ماتش كاب فيردي ولا موزمبيق ولا غانا. فده نبذه سريعه ان انا ليه كنت غايب وما بتكلمش على منتخب مصر. وبرده في اخر الحلقه هقول لكم نبذه سريعه عن كام حاجه. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ من يومين او 3 تم تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر. اكتر من 6 سنين الناس كلها والراي العام كله بيقول حسام حسن، عايزين حسام حسن مدرب منتخب مصر. كوبر جه، لما كوبر مشي يا جماعه عايزين حسام حسن، ما جبناش حسام حسن، جبنا كيروش رحنا مشيناه، يا جماعه عايزين حسام حسن، لا رحنا جبنا فيتوريا. فكل الكلام ده، فحسام حسن بقاله تقريبا من اكتر من 6 سنين عايزين حسام حسن. كل الناس عايزه حسام حسن، ومش يمكن انا مش من الناس اللي كنت عايز حسام حسن، عادي يعني، كان بالنسبه لي عادي يعني اشوف مدرب اجنبي ينجح. لان انا من وجهه نظري ان كيروش ما حققش انجازات، ولكن كيروش كمدرب ناجح من وجهه نظري، لان ما خدش فرصه. يعني مش عايزين بقى نتطرف في الحكايه دي. انت كيروش خسر معاك، خسر ماتشين بتوع السنغال، ماتش كان نهائي افريقيا بضربات ترجيح، وانت كنت لاعب قبلها 3 ماتشات 120 دقيقه، وماتش تاني كان معمول فيه كان ماتش اللي هو كاس العالم، وكان هناك في السنغال، وانت كسبتهم هنا في مصر وبرضه خسرت ضربات جزاء. فانا بالنسبه لي كيروش مدرب نجح. كوبر قلنا ايه يا جماعه، احنا مش عايزين كوبر عشان كوبر اما ده لعب دفاعي واحنا ناقصين قرف وناقصين زهق. لعب دفاعي ايه وهيوصلنا ايه، وخسر نهائي افريقيا. مع العلم ان هو خسر نهائي افريقيا 2017 في الجابون من الكاميرون، ظلم تحكيمي، ولكن ما نجيش نتكلم وصلك نهائي افريقيا واهلك كاس عالم بعد غياب 28 سنه. انجاز. انا ساعتها اقدر اقول انجاز. ايام لما كان كاس العالم كان في 5 منتخبات افريقيه بس، انت طلعت من ال5 دول وطلعت كاس عالم. ما اديتش في كاس العالم وده كان المتوقع، ولكن اهلك كاس عالم. فبالنسبه لي انت كنت عايز تلعب كوره، جبت فيتوريا، فرشت لنا فيتوريا. ان فيتوريا ده يا جماعه بتكلم عن اتحاد الكوره، برتغالي بقى وراجل برتغالي ومش عارف ايه، وفعلا شفناه في المباريات الوديه هجومي بحت، وبنلعب وبنروح وبنكسب وبنتعادل وبنخسر. ما خسرناش يمكن ماتش واحد في المباراه الوديه. تمام، دخلنا بقى في الجد، شكرا بلح. فين فيتوريا؟ مفيش فيتوريا. فين الكوتش؟ مفيش. تقول لي يا ابو، طب ما احنا وصلنا دور 16. للناس اللي مش عارف ازاي لغايه دلوقتي بتحب فيتوريا، ما احنا وصلنا دور 16. اقول لك هو احنا وصلنا دور 16 بايه؟ بجدعنه لعيبه، بروح لعيبه. عشان كده انا بقول ان الجيل ده مش جيل فاشل. انا من وجهه نظري الجيل ده مش جيل فاشل، مع احترامي لكل اللعيبه. عمر مرموش مش فاشل، مصطفى محمد مش فاشل. مصطفى محمد ارجى لعيبه المنتخب اللي ادالك ال4 ماتشات. يعني اول ماتش لما كان الكل سيء كان هو الوحيد اللي كويس. تريزيجيه، لعيبه كتير، حمدي فتحي، مروان عطيه، حتى النني في اخر ماتش بتاع دور 16 كان كويس. الشناوي، ابو جبل صد كذا تصديات بعيدا عن ضربات الجزاء. اللعيبه كلها ادت لك ما عدا كام لعيب باداء كويس. طيب دلوقتي احنا بنتكلم على حسام حسن. خلينا نتكلم شويه على حسام حسن. حسام حسن لاعب قيمه كبيره ولاعب متميز. انا ما شفتوش، بس طبعا الكلام حسام حسن مش محتاج ان انا اشوفه، انا سمعت عنه كلام كتير جدا. وهو يقال، انا مش يقال انا يعني عشان انا ما شفتوش، عشان ما اقولش حاجه مش عارفها، هو احسن راس حربه في مصر في التاريخ، في تاريخ منتخب مصر او في تاريخ مصر عامه، وهو الهداف التاريخي لمنتخب مصر. كذلك ابراهيم حسن اخوه المدير المنتخب كان من احسن تقريبا باك يمين او باك شمال، مش متذكر، اعتقد هو باك يمين يعني، ومن احسن الباكات. طيب
لما نيجي نتكلم على حسام حسن ككارير قبل منتخب مصر، خلينا نرجع كمان كام خطوه. حسام حسن بدأ مسيرته التدريبيه سنه 2009 وكانت مع المصري البورسعيدي. هو درب المصري البورسعيدي في مصر ودرب الزمالك والاسماعيلي والاتحاد الاسكندري وسموحه ودرب مودرن فيوتشر اللي ما كملش معاها اسبوع، يعني ما شفناهوش ولا ماتش. فحسام حسن كمدرب هل هو ناجح؟ مش عارف. هل حسام حسن ناجح؟ هو حسام حسن فنيا مش اقوى مدرب فني، خلينا متفقين. حسام حسن مش اقوى مدرب فني على الاطلاق، تمام؟ ولكن حسام حسن عنده الروح، عنده الجرينتا، عنده ان هو يقف على الخط. احنا في فيتوريا ما كناش بنشوفه بيتكلم كلمه على الخط، لا الراجل ده هيقف مصري روحه على قلبه على المنتخب، هيتكلم وهيزعق وهنا وبتاع. بس انا مع ازاي والكلام ده اتمنى ان ما يكونش فيه شتيمه للعيبه، ما يكونش فيه تهزيق للعيبه على الفاضي. ده اللي انا اتمناه وبتمناه من كابتن حسام حسن. تمام. كابتن حسام حسن مسك المصري، ما عملش كذا مره مسكها، يعني اعتقد مسك وساب ومسك وساب، ما عملش معاها اللي انا افتكره اداءات كويسه، غير ان هو تقريبا المصري مره شارك في الكونفدراليه او مرتين، فيعني وصلهم في توب كويس. ولكن حسام حسن ما حققش انجاز تماما مع اي فريق مسكه. مسك الزمالك ما حققش انجاز. الانجاز الوحيد اللي عمله اللي هو مسك منتخب الاردن واهلهم لملحق كاس العالم، واللي هو يعني طبعا بالمناسبه نحب نبارك لاهالي الاردن كلهم على المباريات العظيمه. انا ما شفتش كل المباريات، ولكن ان هم اتاهلوا لنهائي كاس اسيا لاول مره في تاريخهم، فالصراحه برافو يعني على المنتخب ده. طيب حسام حسن ككارير مدرب من وجهه نظري مش انجح واحد فنيا، ولكن عنده جرينتا وعنده الروح وكل الكلام اللي بيتقال. بس من وجهه نظري هل الروح والجرينتا كفايه؟ الله اعلم. من وجهة نظري مش اي مدرب عنده روح وجرينتا ومصري يبقى هو هيتألق بمنتخب مصر. ممكن كل الكلام اللي انا بقوله ده يكون هاكس وعليه كوميكس بعد كده، ولكن حسام حسن فنيا مش هو. لو جينا نتكلم كان الناس عايزاه، وانا من ضمن الناس اللي كنت بقول ليه حسام حسن ما يجيش، ليه ما يجربش، ما كله جرب حظه، ليه حسام حسن جت على حسام حسن يعني. بس من بعد اللي شفناه والقائمه اللي معاه، حسام حسن اتعين ومعاه طبعا اكيد ابراهيم حسن مدير لمنتخب مصر او مدير كوره زي ما بيتقال، ومعاهم مدرب مساعد احمد الكاس. كل يعني الثلاثه دول من وجهه نظري طبعا كباتن كبيره جدا ومع احترامي ليهم كلاعيبه، ولكن ما شفنا لهمش حاجه كمديرين فنيين. يعني حتى احمد الكاس لما شفناه، لو جينا نتكلم يعني مثلا على كابيتانو مصر، على ان هو كان مدرب في الناشئين، يعتبر دول الناشئين 2008، ما حققش برضه معاهم حاجه. فمع احترامي بس يمكن كل الكلام اللي بيقولوا ده يبقوا مع منتخب مصر غير. ومعاهم مدرب حراس كابتن سعفان الصغير اللي انا ما اعرفوش، عرفته تقريبا امبارح ان هو كان الحارس تقريبا في النادي الاسماعيلي او حاجه زي كده. طيب هل حسام حسن هينجح؟ مش عارف، يعني انا الصراحه مش عارف. بس انا اللي بتوقعه ان حسام حسن، بص هو حسام حسن لو اتغير فكره، وانا ده ما اعتقدش تماما، يعني حسام حسن حقق انجاز مع الاردن ان هو وصل ملحق كاس عالم واتغلب من اورجواي 5-0. ساعتها كان في عزها الاورجواي، برده كان معاه كافاني وكان معاه لعيبه تقيله وسواريز وكده، فاتغلب 5-0. ولكن هو حقق انجاز مع منتخب الاردن، مدرب كويس، ولكن ما شفنالهوش انجاز قوي، انجاز بوم نقدر نقول ده حسام حسن تم تعيينه عشان هو عمل كذا كذا كذا. بس لو جينا نتكلم في نقطه برده بعد كل اللي انا بقوله، هو حسن شحاته كان ايه قبل ما يدرب منتخب مصر؟ هل حقق انجاز حسن شحاته مع قبل منتخب مصر او بعد منتخب مصر؟ لا. فبرضه ممكن تكون نفس الفكره، ان حسام حسن يمشي على نهج حسن شحاته المعلم الكبير، ويمكن ناخد 3 افريقيا زي ما حسن شحاته عمل. ولكن من وجهه نظري ان نجاح حسام حسن ما اعتقدوش، يعني انا من وجهه نظري ما اعتقدش ان حسام حسن هينجح مع كل احترامي ليه. ولكن يعني لو تم بقى تغيير فكره لا هينجح تمام. خلينا بعد ما اتكلمنا على حسام حسن خلينا نتكلم على جزء كده في القصه دي كلها. اتحاد الكوره جه بعد ما فيتوريا اقيلوا ودفعوا له 600,000 يورو شرط جزائي، وكمان كان عليهم شهر متاخر، يعني بنتكلم في 800,000 يورو، مبلغ كبير جدا. بعد كده عينه، نزل بيان رسمي بتم تعيين كابتن محمد يوسف، طبعا مدرب كبير جدا. تم تعيين كابتن محمد يوسف مدرب مؤقت، تمام، وان هو هيكون مساعد للمدرب الاجنبي القادم. تمام. تاني يوم حوالي 24 ساعه فقط او 48 ساعه بينزل بيان رسمي، تم تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب ومدير كوره ابراهيم حسن. ايه بقى؟ فين كابتن محمد يوسف؟
قمه الاحراج وقمه عدم الاحترافيه وقمه قول زي ما انت عايز قول. كابتن محمد يوسف مش عارفين دلوقتي هو فين. دلوقتي طلع حد من اتحاد الكوره بيقول لك احنا كنا قايلين كده لو في حين ان جه مدرب اجنبي. طب ليه انت اصلا بتقول في البيان ان في مدرب اجنبي جاي بعد كده تروح مشقلب حاطط حسام حسن؟ هقول لك ليه. لو انت بتسال السؤال ده انا جاي لك في الكلام ده. اتحاد الكوره المصري عنده انتخابات شهر 7، فبالتالي هيعمل ايه؟ المصريين عايزين ايه؟ مش عايزين حسام حسن؟ خدوا حسام حسن، تمام؟ خدوا حسام حسن خليه يدرب. هيقعدوا يدوروا وراه على اي حاجه يعملها. ولنفترض ان حسام حسن جه في تصفيات كاس العالم، هو من ماتشين مع بوركينا، خسر ماتش وتعادل ماتش مثلا واتأهلنا تاني. شايفين؟ حسام حسن هو اللي انتوا عايزينه، فهمتوا؟ فعشان ايه هو عايز لغايه شهر 7 بس، مش عشان الناس تنتخبه. انت هينتخبنا حسام حسن، وانا مش من الناس. انا لو جيت في الانتخابات انا مش هنتخبه، تمام؟ مش هنتخب اتحاد الكوره، لان هي يعني المنظومه كلها عايزه تتفور، عايزه تضرب بالنار. يعني عايز مدفع كده يجي في اتحاد الكوره يتفرور كل اللي فيهم، تمام؟ ويجي ناس جديده على نضيف. الحاجه الوحيده اللي عجبتني في حسام حسن ان هو قال ان هو مش عايز، اللي سمعناه يعني من البرامج، ان هو مش عايز حازم امام خالص يجي ناحيه المنتخب من الاخر. وده قرار في منتهى الاحترافيه، جامد جدا، قرار جامد جدا ان هو مش عايز حازم امام يكون معاه خالص في المنظومه. طيب في نوتس بس عايز اقولها، او ملحوظه غير عايز اقولها، ان حسام حسن معهوش الرخصه الدوليه او الرخصه العامه، او يعني رخصه تدريبيه كده دوليه مش معاه. هتقول لي طب ازاي يعني مش معاه؟ يعني ايه الفايده؟ هقول لك ان احنا عندنا ماتشات في شهر 3، بطوله وديه مع نيوزيلندا ومع كام فريق انا مش متذكر يعني، في يوم 23/3 في رمضان. حسام حسن هيبقى متواجد فيها في القراني؟ هيبقى متواجد فيها واقف على الخط عادي. ولكن يعني لو هو معهوش الرخصه لغايه دلوقتي، في شهر 3 لو فضل معهوش الرخصه وما خدش كورسات هيقف على الخط عادي وهيبقى كابتن ومفيش اي مشكله، لان دي ماتش ودي. ولكن في تصفيات كاس العالم المقامه في شهر 6 مع بوركينا ومع كذا فريق اللي اتاهلك كاس عالم 2026 لو ما خدش الرخصه دي حسام حسن مش هيقدر يكون موجود على الخط. فدي انا ملحوظه عايز اقولها، ان حسام حسن لازم هيكون واخد كورسات ولازم هيكون موضح الدنيا فيها ايه. لازم لغايه يعني قدامه دلوقتي اهو 4 شهور، يقدر في 4 شهور يشتغل فيهم عشان يقدر ياخد الرخصه ويقدر يبقى موجود معانا في تصفيات كاس العالم. لان هو لو مش هيبقى معاه الرخصه هيقف اي حد يبقى معاه رخصه، اذا كان ابراهيم بقى، ما اعتقدش ان ابراهيم يبقى معاه، او احمد الكاس، او اي مدرب يعني. فبس ده كان كل حاجه ضروري. توقعي الاخير ان حسام حسن ما اعتقدش انه هينجح مع منتخب مصر، وده وجهه نظري. ممكن كل الكلام اللي انا بقوله ده يطلع في الاخر هكس يعني، بس انا من وجهه نظري ان حسام حسن احنا هنجرب، ولكن مش من وجهه نظري ان هو مش هينجح. طب اخر حاجه قبل ما نقفل الحلقه، ايه مقياس نجاح حسام حسن عندي؟ مش تاهل لكاس العالم. ده بالنسبه لي ومن وجهه نظري مش تاهل لكاس العالم. لو فشل ده هتبقى مصيبه سوداء، ده حته تانية على جنب كده. لكن حسام حسن لو تاهل كاس العالم ده مش نجاح بالنسبه لي. هتقولي ايه انت بقى عشان مش حابه؟ لا، هقول لك لان كاس العالم دلوقتي 48 فريق وحاجه زي القرف يعني، و10 منتخبات افريقيه، فانت لو ما دخلتش في ال10 منتخبات دي مصيبه. فانت كده المفروض داخل كده. فده مش يعني، ده زي ما نقول مش انجاز. احنا كنا بنقول انجاز في 2018 لما دخلنا، عشان ده كان 5 منتخبات، دلوقتي 10 منتخبات. فانتوا متخيلين الفكره في ايه؟ فده توقعي في الاخير. لكن النجاح بالنسبه لي وهو مكسب افريقيا 2025 هتبقى مقامه في اعتقد 2026 يعني، اعتقد او مش متذكر يعني. بس ده بالنسبه لي كل الكلام اللي قلته لك على حسام حسن. نتمنى كل النجاح طبعا. احنا كل الكلام اللي ممكن بعد كل اللي انا بقوله ده يعني انا من جوايا اكيد نتمنى ان منتخب مصر يكون ناجح، ولكن بقول لك توقعي الشخصي. قبل ما في الحلقه بس عايز اقول على ملحوظه، ان ما كانش فيه بودكاست قعده زملكاويه نزل اخر حلقه مع بابا، ولكن مش هيبقى فيه يعني، انتوا مفيش بودكاست الجمعه اللي فاتت، ما نزلش بودكاست، وعمر هاني ما بيظهرش معايا بقاله كتير وبتاع، فبس في شويه مشاكل عندنا لخبطه بس في الايام وبتاع، ونحاول نحلها، وان شاء الله هنحاول نرجع الجمعه القادمه. هنكتب لكم كل حاجه على الكوميونتي، فياريت تتابعوني على الكوميونتي او على المنتدى بتاع اليوتيوب، لان انا بنزل فيه كل المعلومات هناك. فبس كده كل حاجه دورها لك، ما تنساش تعمل لايك شير بس كده. سلام.